لسه الصيف بأول وهذا حال العالم، فما بالكم بعد عدة أسابيع أو أشهر. أهلنا بالحسكة يموتون من العطش، يموتون من الجوع، يموتون من الفقر، ويموتون من التهميش، ويموتون من الطبقية العرقية، لأنه في الحسكة في مناطق أسد هناك طبقية عرقية. إذا كنت من الطبقة المخملية الحاكمة القسدية فأنت مرحب بك وكل الأبواب مفتوحة لك، أما إذا كنت من الطبقة وخاصة العربية فأنت مسحوق قولا واحدا. أهالينا بالحسكة وبريف دير الزور المنطقة الشرقية بالتحديد وبالرقة مهمشين، والآن مهمشين. أهلنا يستغيثون لك بالحسكة، ماء ما عندهم، ربما بدير الزور والرقة وضعهم أفضل شوي، في عندهم نهر الفرات، لكن بالحسكة نهر دجلة وبعيد، قريب من القامشي لكن بعيد عن الحسكة. اليوم لما تطلع أخواتنا العفيفات الطاهرات الحرة منقبة تناشد أنه أحد يحفر لنا بير، أنا ل9 أيتام بالمنطقة اللي فوقنا واللي تحتنا عدة كيلومترات ما في بير، ما في مي تجي، مع أنه من توينة، وتوينة قريبة على الحسكة ومنطقة مخدمة. لكن الميليشيات الديمقراطية النسوية المتطورة اللي تحب التطور والانفتاح على الغرب، واللي إلهم 14 سنة سارقين خيرات شرق الجزيرة، مانعين عنهم الكهرباء، مانعين عنهم الماء، مانعين عنهم الحرية اللي على أساس قوات سوريا الديمقراطية. أنا أتحدى أي واحد من الديمقراطيين اليوم يطلع يخلي أحد من خاصة من العرب، حصرا من العرب، يطلع على دوار جوريا ويطلع على دوار الصالحية ويطلع على دوار النعيم بالرقة يرفع علم الدولة السورية التي تمثل كل العرب اللي موجودين بالجزيرة العربية. امبارح وأول امبارح وكل يوم نشوف ونشاهد فيديوهات عالم ترفع علم قسد بساحة الأمويين بدمشق، ما حد تعرض لهم ولا حد سمعهم كلمة، ويروحوا ويشغلوا أغانيهم وكلكم نادوا قسد وحدها تحمل بلد. روحوا افتحوا الحنفيات للعالم خلوا تشرب مي. لكم 14 سنة مثلا لما العالم بدأ تقول والله تمام نحن بدنا مع قسد، بدي أنا أقف معكم، بدي أقف مع قسد خيوم ونطالب حتى مو بلا مركزية، بدي أطالب بتقسيم. أنتوا على 14 سنة مدى 14 سنة، ونحن بالجزيرة يعني ما يتعدى عددنا مثلا خلينا نقول 4-5 ملايين، وعدنا آبار النفط وعدنا الزراعة وعدنا القطن والقمح والشعير. إيش سويتوا؟ شوفوني إنجاز واحد من الإنجازات اللي سويتوها على مدى 14 سنة حتى أتشجع وأقف وأحط إيدي بإيدكم، أطالب بانفصال وأطالب إني أكون بدولة روجافا على روجافا وشريكاني وما أعرف إيش. أنا تمام، شوفوني شيء إنجاز حتى أكون معاكم. أما إنه لما تخرج واحدة من مناطق الساحل تقوم القيامة عليها، تكون طبعا رايحة مع حبيبها بقلم نشرح وكلياتكم تعرفوا هاي الأمور. واليوم حتى صاير يطالعوا لي قصص إنه اليوم الوحدة تكون مخطوفة، هي تكون بدورة، تعمل دورة عند قسد حتى تكون خلايا نائمة بالساحل، لما العالم تنتبه عليها إنه وين بنتكم راحت يقول والله بنتنا خطفت، وتطلع العالم يحكون انه خطفت البنت وما اعرف ايش. طبعا هذا كلام احد المخاتير اللي موجود ببانياس، المختار عبد الله. لما العالم تشعر انه البنت مو موجوده يقول والله انخطفت، ولما تخلص الدوره ترجع والله رجعت بنتنا. وفي من يكون لا اتجوزت، في من راح خلاها نايمه تدربا. فلما تطلع واحده من تلك المناطق تقوم الدنيا عليها وتخرب الدنيا عليها. اما لما تطلع حره عفيفه شريفه طاهره حتى وجهها ما ترضى وما تقبل الطالع للعالم، حتى لا تشعر بالذل، حتى لا تشعر انه حد يمننها بيوم من الايام. العالم والله لا حياه لمن تنادي لك، اصلا يقلبوا الفيديو ما حد يتفرج عليه. اما اذا كانت من هذوليك الجماعه، من هذوليك اللي لابسه ومش لابسه، تقوم الدنيا عليه، تقوم القيامه عليها. فالله المستعان. هذا هو الكيل بالمكيالين، اذا حد يحب يسمع الكيل بالمكيالين هذا اللي عم نعيشه حاليا.